عسلامة ومرحبا بك في جربة، في تظاهرة جربة كونكت اللي ضمت أكثر من دولة في تظاهرة العالم نقولوا العالمية هذية. كنت تحكي لنا سيد المندوب على التظاهرة هذية بأكثر تفاصيل. فعلا هي تظاهرة مهمة إعادة اعتبارات. أولى هذه الاعتبارات أنها تأتي خارج موسم الذروة، وهذا مهم جدا وتساهم بقدر كبير في تنشيط الوجهة السياحية داخل الجيش، لأنه النشاط السياحي يرتكز أساسا على التنشيط، وهذا يمكن من استقطاب السياح خارج فترة الذروة. كذلك نوعية الأنشطة الموجودة في التظاهرة هذه اللي هي تمكن من تنويع من الوكيل السياحي، نتحدث على أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، أنشطة إيكولوجية، كذلك هذا مهم جدا. تطوير السياحة الإيكولوجية اللي هي اللي يقول لك المحور الأساسي اللي تشتغل عليه يعني كل الأطراف المداخلة في القطاع السياحي، لأن السياحة الإيكولوجية اليوم هي شرط من شروط اختيار الوجهة السياحية. هذا مهم جدا. نتمنى أنه التظاهرة هذه تكون فقرة قارة سنوية في خريطة التظاهرات والتنشيط السياحي على الوجهة السياحية. سيد المندوب، هل هناك وزير أو وزيرة في آخر التظاهرة سيأتي ويقول كلمته في هذه التظاهرة؟ نشوفوا مع المنظمين، يعني جداول الأعمال تقصد الوزراء إذا كان يسمح على شيء. بارك الله فيك.